أهلا شباب، أخباركم عاملين إيه؟ أنا محمود بكر 3D جنراليست، بقدم لكم كورس beginner tutorials في بلندر. إحنا قدمنا لحد دلوقتي الباكج دي اللي هي اليوزر انترفيس، الموديلنج، الورك شوبس بتاعت الموديلنج، الماتيريال، اللايتنج، الكاميرا، وفي الانيميشن والداينامكس اللي اتعملوا ولسه هيترفعوا. تمام، هما متسجلين وجاهزين، بس انا شفت ان هو مش وقتهم دلوقتي. خلينا ان احنا ندخل في ورك شوبس، تدريبات عملية على الجزء الخاص بالموديلنج لحد الكاميرا، شامل الماتيريال واللايتنج. تمام، ففي الورك شوبس دي هندرس 3 حاجات. هننفذ 3 ورك شوبس صغيرين، ازاي نعمل لاندسكيب، لو بولي كار، ولو بولي كاركتر. اللو بولي دي معناها ان هو الكاونت بتاع البوليجونز قليل، مش عالي. ده ارت ستايل مفيد وكويس، ويعتبر بداية حلوة في بلندر يعني. قبل ما نبدأ إن شاء الله، يعني أنا حابب بس أرحم على إخواتنا في غزة، في فلسطين، الشهداء. ندعي لهم كده إن ربنا يكرمهم كده في خير. وحاجة تانية، إن ده الحساب بتاعي، ده الصفحة بتاعتنا فيزيتك. بتقدم كورسات مجانية وكورسات مدفوعة. والمجانية اللي احنا بنقدمها دلوقتي على بلندر، دي الورش بتاعتنا. الصفحة بتاعتنا على اليوتيوب اللي بينزل عليها الكورس باستمرار، وده الأكونت بتاعي باسم محمود. تمام، طبعا بنزل عليه شغلي وبنزل عليه أي أبديتس بنعمله، وبرضه بننزل عليه الجزء الخاص بالكورسات بتاعتنا، أو أي سيشنز أو ايفنتس قادمة بتنزل عليه. فإن شاء الله يعني هنبدأ نشتغل في التطبيق دلوقتي. المفروض إن احنا نطبق اللي احنا اتعلمناه في المحاضرات اللي فاتت كلها. أنا حابب اللي يبدأ يشتغل، يشوف، يطبق وينشر شغله ويمنشني، عشان برضه لو في أي حاجة أقدر أنا عملت إيه وما عملتش إيه وإيه الصح وإيه الغلط. خلينا نبص على أول ورشة هنعملها. طبعا الورش دي عبارة عن صور احنا جايبينها من على بنترست لناس كتير اشتغلتها قبل كده، أو يعني يمكن مش ناس كتير، بس الصور عجبتنا كبداية إن احنا نعرف الناس ازاي تتعامل وتعملها. فأول تاسك هنعملها هي هنعمل اللاندسكيب الصغير ده، هنعرف الأول ده بيتعمل ازاي ونبدأ ننفذه. فدي أول ورشة اللي احنا بنتكلم فيها دي دلوقتي، دي أول ورشة هنعمل فيها الكلام. طيب إيه الموضوع ده؟ لو خدت بالك هتلاقي إن الموضوع ده عبارة عن إيه؟ كيوب متشكلة بشكل كده معين من هنا ومن هنا، وفي جروف في النص عامل تصور عن هو البحر، تمام، أو نهر. وبعد كده في زرع شجر، في خيمتين، وفي نار كده قايدة، وفي 2 راجل وست واقفين. طبعا في هنا شجر، وفي دب الشجر، وهنا صخر، وهنا زي ما تقول ثعلب، ديب ممكن. وفي شوية ارتفاكتس صغيرة كده منتشرة في الأنحاء، بتدي لك وجهة النظر دي إن ده منظر طبيعي موجود في غابة مثلا واحنا عاملين الشغل ده. لو خدت بالك هتلاقي كل حاجة سيمبل از بوسيبل، هتلاقي البوليجونز نفسها واضحة والتكستشرز بسيط. الموضوع يمكن يبقى بسيط بالنسبة لك. طيب احنا لما نعمل الكلام ده هنستفاد ايه؟ هنستفاد حاجات كتير جدا. هنتعرف على ادوات واسعة في الموديلنج تولز والايديتنج. هنعرف شوية حاجات خاصة بالماتيريال، شوية حاجات خاصة بالإضاءة زي الإعدادات الكاميرا، حاجات بسيطة يعني. فخليكم معايا. الكورس ده للمبتدئين يا جماعة، مش للناس المتوسطين أو الأدفانس. تمام، فخلينا كده نبدأ نعمل الكلام ده إزاي. أول حاجة أنا هشتغل على بلندر بوينت أو 3.4. مش هشتغل على الجديد. بالنسبة لي أسهل دلوقتي وأسرع في الإنجاز، زائد إن التولز اللي أوريدي متسطبة عليه خلاص هي متسطبة عليه، مش محتاج إن أنا أنقلها البلندر الأحدث. فبس مش تفرق معاك برضه لو أنت اشتغلت على بلندر 4.2 أو غيره، هي كلها تكنيكس واحدة وبسيطة.
فخلينا كده نبدأ نشوف هنبدأ بإيه الأول وهنشتغل إزاي كورك فلو، وبعدين نبدأ ننفذ. طبعا أول ما تبدأ لازم تبقى عندك خطة أنت هتبدأ إزاي، مش إن أنت بتشوف الشكل فتعمل إزاي وخلاص. فأنا هنا هبدأ إزاي سيكونس إزاي. خلينا نشوف كده نبدأ إزاي. أول حاجة هنعمل البيز دي اللي هي الجزء البني ده. الجزء ده هيتعمل بكيوب عادي خالص. طب اللي فوقه الأرضية الخضراء هنعملها برضه بكيوب عادي خالص، هنعمل له سكيل وإيديت بحيث يبقى بالشكل ده. وهنيجي هنا في النص نقوم عاملين بول لاين كات أو كنترول ار عشان تعمل خط وتنزل بالبوليجون هنا تحت شوية. طب الجزء المتعرج ده نعمله ازاي؟ هنحاول نعمل سب ديفاين للفيسز دي، وبعدين نعمل لها موف بشكل عشوائي بحيث نقدر نرسمبل المناطق اللي هي فيها عالي وواطي. طب عملنا الجزء ده نيجي على الشجر اللي فوق ده. الشجر ده عبارة عن مثلثات، هتعمل المثلث وتكرره، وهتعمل طبعا العصب بتاع الشجرة نفسه اللي هو الخشب بتاعها، وهنكرره زي ما انت شايف. نفس الكلام على الشجر، هنا نعمل العصب بتاع الشجرة، وهنيجي هنا نعمل دايرة أو كرة، وهنخلي البولي كاونت بتاعتها قليل زي ما انت شايف، ونبدأ يعني نسكلها بطريقة راندومايز بحيث نقدر نعمل الأشكال اللي انت شايفها. هنيجي على الشجر أو على آسف على الصخر، برضه نفس الكلام. هنعمل كورة عادية وهنعمل لها سكيلينج بشكل يشابه الصخر، ونقدر نحط صخرة فوق التانية فوق التالتة بحيث نبني الشغل ده. جميل، عملنا الجزئيات دي كلها البيزك بتاعنا. بعد كده هنبدأ ندخل على إيه؟ على الحاجات الصغيرة الارتفاكتس. يعني عندك شجرة زي ديت هنعمل العصب بتاعها ونعمل لاين كاتس في المناطق اللي فيها جذوع أو فروع، ونبدأ نعمل اكسترود للمناطق دي. عندك الكلام ده نفس الكلام. الخشب هنعمل كيوب مثلا ونديله سب ديفايد وبعدين نكرره نفس الكلام هنا وهنا. التنت ديت هنعمل مثلث زي اللي عملناه هنا، بس هنقطع الوش الخارجي ده زي ما انت شايف. الجذع ده خلاص عرفناه. الصخرة الصغيرة ديت هنجيب صخرة من جوه نصغرها ونحطها هنا. هنيجي بقى عند الحيوانات اللي هنا ديت موضوعها أسهل شوية. هنعرف في تكنيك صغير كده هنستخدمه بحيث إن احنا نعمل شكل قريب قوي للشكل الحقيقي بتاع الحيوان. تمام. بعد كده هنخلص ندي ماتيريال لكل حاجة ونبدأ ندي إضاءة اللي هي ال HDRI، بعدين نظبط الكاميرا بتاعتنا والأورينتيشن بتاعها، وقتها نبدأ نعمل. تمام. ده باختصار البروجكت بتاعنا. هنبدأ نطبق دلوقتي ونشوف. أول حاجة نبدأ بالكيوب بالشكل ده، نعمل له سكيل لتحت. طبعا إن أنا بعمل سكيل منين وموف منين والكلام ده خلاص مش هشرحه، لأن احنا المفروض عرفنا الدنيا دي بتتعمل ازاي. هنعمل شيفت دي عشان دبليكيت، ونعمل سكيل تاني بزيادة وننزله هنا بحيث نعمل الجزء الخارجي بارز شوية. أكبر في اتجاه اكس واي، وأنا بعمل سكيل وبعدين شيفت زد عشان أكبره في اتجاه اكس واي بالشكل ده. تمام. طيب هتلاحظ من هنا إن هو متعرج بالشكل اللي أنت شايفه. نعمل الكلام ده. أول حاجة هنعملها كنترول ار، أو آسف لازم نعمل كنترول A ونعمل أبلاي ترانسفورميشن. نرجع نعمل سيت ريجن تاني للجيومتري، وبعد كده نعمل تاب ونعمل كنترول ار. تمام. بعدين نصغر سكيل في اتجاه واي عشان نعمل الميجا. جميل. تمام. هتيجي هنا تضغط هنا على البلين ده وننزل شوية عشان ايه؟ نجيب الشغل بتاع النهر. ازاي؟ هتيجي هنا Alt و E وتيجي على اكسترود مانيفولد وتنزل لتحت بالشكل ده. طيب كده احنا عملنا البيزك. مش خلينا نعمل التعرجات اللي احنا شايفينها. نعملها ازاي؟ هتيجي هنا سيلكت الجوانب دي بالشكل ده. هنا عملنا سيلكشن للجوانب، وهدي بالمرة ويلا هدي كمان كله، ونعمل كليك يمين وسب ديفايد. عملنا سب ديفايد اهو. تعالى تاني على السب ديفايد دي، وهتيجي تقول له خلي الاتنين دي خليها واحد،
اتنين الواحد الاتنين، خليه تلاتة، خليه أربعة، خليه الأول اتنين. تمام. أنا كده عملت سبديفايد لدول. هرجع أعمل سيلكت لدول تاني بالشكل ده، وده لوحده أعمل له سبديفايد. أنا لما كنت بعمل سبديفايد لكله كنت بعمل سبديفايد لكل الفيسز، فأنا كده محتاج أعمل سبديفايد لدول بس. تمام. بالنسبة لدول برضه نعمل لهم سبديفايد، ما بيتعمل لهم مش مشكلة ده. مش محتاجينه. فأنا عملت اللود كده سبديفايد. هاجي أنا أعمل إيه بقى؟ هاجي على أضغط واحد عشان يبقى الفيرتكس مود، وهضغط على الرمز ده، أو هضغط على حرف الأو عشان ده اللي هو البروكسيميتي أو بروبورشنال إيديتنج، وهاجي في المنطقة دي مثلا وهسحب لفوق زي ما أنت شايف. جميل. بس عشان ما يسحبش الجزء اللي تحت، فأنا هعمل إيه؟ هخفي البوليجونز اللي تحت دي. يعني لو أنت خدت بالك البوليجونز دي عشان ما تتأثرش. طيب هعمل ده إزاي؟ سلاش هيقوم ايزوليت الاوبجكت ده، ولما اعمل تاب واضغط على 3 هيجيب لي الاوبجكتس اللي هنا او البوليجونز. هعمل لها سيلكشن واعمل لها هايد، وبعد كده هضغط على فيرتكس 1 ده، وبعدين ابدا احرك المناطق. جميل بالشكل ده. سواء هنا طبعا بقى بيحرك الفيرتكس ده، فانا محتاج ان انا اختار البوليجون نفسه. برضه مصر مش مشكلة، هنبدأ نعمل بالشكل ده. فأنا محتاج إن أنا آخد كذا منطقة تبقى هي إيه اللي بتتحرك أكتر، بحيث يبقى في فرايتي في الموضوع شوية. أبدأ أحرك يمين، أتحرك واي بالشكل ده. نيجي نبص هنا وهنا سايبها عامة شوية. الموضوع نسبي، مش لازم تكون 100% صح. بالشكل ده المتعرج ده. تمام. بعدين أجي هنا ألت هايد، هيظهر لي الجزء اللي تحت. أنا محتاج إن الأوبجكت دي كلها، هي طبعا لو انا جيت بصيت لها هتلاقي، او خليها 3 هتلاقي الجزء ده عالي وواطي. فانا هعمل وانا سيلكتد للبولبنز اللي تحت سكيل في اتجاه زد صفر. طبعا في هنا عمل ايشيو صغيرة، خلينا نعمل كنترول زد ونلغي البروبورشنال ونعمل سكيل في اتجاه زد صفر كده. في واحدة سيلكتد فوق بالغلط، طب سكيل اتجاه زد زيرو كده. تمام. تمام ماشي الدنيا. ايه بعد كده؟ لو خدت بالك هتلاقي المنطقة ديت مش زي ما تقول كده ايه، أفقية 100%، أو أفقية زيادة شوية، وده شيء مش مستحب. احنا نحاول نقلل أو نعلي المناطق دي بحيث تبقى متعرجة بشكل عشوائي كتير. جميل. طبعا البوليجونز اللي أنا عاملها ديت بايظة، ما ينفعش تتعمل كده أصلا، بس احنا بنشتغل شغل مبتدئين فمش محتاجين نشيك على الفيرتكس كاونت او ان البوليجون يبقى اربع ايدجز مش اكتر. طبعا هنا هتلاقي ان البوليجون ده فيه ايدج والتاني والتالت والرابع والخامس، وده مش صح. بس هو هيخدم الشغل اللي احنا بنعمله دلوقتي. تمام. احنا كده هنعمل سلاش تاني عشان ننزل لتحت. كده احنا عملنا الجزء اللي فوق. هو طبعا شكله مش مثلث زي هنا، احنا عاملين هنا مستطيل وده عادي. المهم هنحتاج بقى نعمل أول حاجة الصخر ده. الصخر ده هنعمله عن طريق حاجة. أول حاجة هجيب الكورزر دي في المنطقة دي، بس خلينا نتأكد إن إحنا ماشيين صح. تمام. الصخر مكانه في المنطقة دي. فأنا هجيب الكورزر ده هنا، إن أنا أضغط شيفت وكليك شمال، آسف كليك يمين في أي مكان هيبدأ يظهر مكان الكورسر. ليه بعمل كده؟ عشان أي حاجة هضيفها بعد كده هتتضاف في نفس المكان اللي فيه الكورسر، ما اقعدش اضيفها هنا وبعدين ارجع اعمل لها. تمام. هنضيف الصخر ده ازاي؟ هنضيف الصخر ده عن طريق ان انا هضيف شيفت ايه، شيفت ايه، واقول له ايكوسفير. جميل. ايكوسفير ده هيخليني اقدر ان انا
أعمل الشكل ده وأقلل مثلا السبديفيجن بتاعته بالشكل ده، ولما أعمل له سكيل هيبقى يعني هيبقى بشكل أفضل شوية إن أنا أقدر أعمل عليه يعني أقول له إن ده يبقى ده الصخر. تمام. فأنا هبدأ أعمل الصخر بتاعي. أنا شايف مثلا هنا في صخرة طولية، في هنا صخرة كبيرة وفوقها كذا صخرة، فهنبدأ نعمل القصة دي. أنا شايف إن في صخرة كبيرة بالشكل ده، أعمل شيفت دي، وبعدين أجي هنا أعمل لها موف وأصغرها شوية وأعمل لها روتيشن بشكل مش متناسق، بعدين أعمل كمان واحدة بالشكل ده وأكبرها شوية وأجيبها هنا كده. جميل. نفس الكلام أجيب دي هنا كده وأحاول أصغرها أو بعمل لها موف بالشكل ده بحيث يديني إحساس إن إحنا عندنا صخر في المنطقة دي. تمام. جميل. عملنا الجزء ده، هصغر دي شوية كده وأعمل لها روتيشن وأحاول مثلا أعمل افتكاسة بس غريبة شوية، إن أنا إيه أغير بس إيه شكل البوليجون، بدل ما هو على طول مثلثات يبقى فيه تقطيع مختلف شوية. جميل. بعد كده هاجي على الجزء ده وأقوم عامل شيفت، أعمل اكسترود عادي خالص وسكيل بالشكل ده، وأقوم عامل انر اكسترود اللي أنا بضغط أي، وأقوم عامل اكسترود تاني وأعمل له روتيشن كده بشكل عشوائي شوية. بعدين أعمل هنا كنترول بي بيفل واضغط بيه عشان يقطعها بالشكل ده. نفس الكلام هنا، بعمل انا كنترول البيفل ده عن طريق ان انا اعمل كنترول بي فور بوك فعلى الفيرتكس نفسه، فهو ما بيعملش حاجه، بعدين بضغط بيه فبيبدأ يعمل الافكت اللي انت شايفه ده. تمام. آه ايه تاني محتاجين؟ شايف ان هنا موضوع غريب شويه، فخلينا نعمل شيفت دي تاني ونصغر ديت بالشكل ده او ننزلها تحت شويه ونجيبها هنا. دي ما عادتش ظاهرة فنجيبها كده شوية ونيجي هنا كنترول بي بعدين بي، ممكن نعمل لها روتيشن كده يعني اكسترود بالشكل ده، يعني الشكل بيبقى عشوائي شوية. جميل. عايز أعمل تاني كنترول بي والبي دي. تمام. محتاجين بقى إن احنا نضيف صخرة كمان. طبعا أنا عارف إن دي الصخرة التانية، أنا محتاج كمان صخرة. هناخد دي تاني ونجيبها هنا، نضغط على 3 عشان نجيبها من الجنب ونعمل روتيت كده وكده مثلا. تمام. تمام. ممكن نجيب ده كده نعمل له اكسترود ونيجي هنا كنترول في وبالشكل ده، بعدين نجيب ده هنا كده. هي غريبة شوية أنا عارف. مثلا يبقى ده شكل الصخر بتاعنا. لو خدت بالك هتلاقي طبعا مش مش موجود على الأرض، فاحنا هنرجع ننزله تاني ونكبر شوية في اتجاه زد. دي طبعا عايزة تنزل، دي لازم تنزل. نرجع نكبرها شوية ونديلها راندوم روتيشن كده ونعمل نفس القصة اللي احنا عملناها بحيث نديله شكل شبه عشوائي. كنترول بي برضو في كنترول بي بعدين بضغط فيه. تمام. الصخرة دي مش ثابتة، فهنحتاج إن احنا نثبتها، يعني مش مرتكزة، واضحة إن هي مرتكزة على حتة في النص، فأنا هاجي هنا أضغط بي وأقوم جايب جزء هنا كده بحيث يبان إن هو ده السبورت اللي ساند الصخرة دي. تمام. ودي ممكن نعمل لها نفس الكلام كنترول بي وبعدين بي وبس على كده. كده احنا عملنا الصخر. هنعمل حاجة تانية فيه؟ لأ. نيجي على الشجر اللي هنا. الشجر ده هيتعمل ازاي؟ أول حاجة
شيفت وكنترول وشيفت وكليك يمين عشان نجيب الكورسور. وهنعمل ايه؟ اول حاجة هنعمل مثلث في ان انا هعمل كوب عادي، هصغره بالحجم التقريبي للمثلث بالشكل اللي انت شايفه ده، يعني بشكل تقريبي ممكن اصغر شوية. بعدين كنترول ايه وست وابلاي ترانسفورميشن، بعدين كليك يمين واوريجين تو جيومتري، بعدين تاب اختار الاربع فيرتكس دول واقول له ام ات سنتر، ميرج ات سنتر. تمام. هنعمل ايه بعد كده؟ هعمل هنا نعمل ايه خلينا نرجع كنترول زد، وهنيجي هنا نعمل كذا لوب كات، دي بنجرب. ماشي. بعدين كده هعمل ميرج ات سنتر بالشكل ده. بعدين هاجي اخد النقطة دي، انا بجرب دلوقتي يا جماعة، لو عايز تقف هنا وتسكيب براحتك. هاجي هنا على دي خليه بالشكل ده، بعدين او واضغط زد. بالشكل ده. اللي انا عملته ايه؟ ان انا عملت كذا لوب كات في المنطقة ديت، وفي نفس الوقت محافظ على عدد على الشكل بتاع المثلث. جميل. تمام. ليه برضه عملت اللوب كات دي؟ عشان اقدر وقتها اقدر اعمل احركها بالشكل ده، اقدر احرك ده بالشكل ده. جميل. يبقى فيه نسبة عشوائية شوية في الشغل بتاعنا. جميل. يبقى الشكل نفسه عشوائي شوية، مش 100% مستطيل. تمام. بس أنا شايف إن هو يعني عشوائي أوفر شوية، فأنا هعمل كنترول بالشكل ده وأسيبه على وضعه، مش هنتعب نفسنا كتير. تمام. تعالى نعمل الشجرة. كده أنا عملت ده. هنعمل الشجرة إن أنا هضيف شيفت دي وأطلع وأصغر، شيفت دي وأطلع وأصغر بالنسبة والتناسب. دي كده شجرة. جميل. احنا هنبص على الشجر هنا، هتلاقي الصخر أعلى فالشجر كمان. كده تمام. هنجيب ده بالشكل ده ونحطها في المكان ده ونخليها روتيتد بالشكل ده. نجيب شيفت دي ونعمل سكيل أب بالشكل ده ونخليها روتيتد في اتجاه تاني. نفس الكلام شيفت دي ونكبرها سنة. ممكن ديت نكبرها في اتجاه زد بس، وممكن برضو نخليها روتيتد بالشكل ده شوية. بعدين هنجيب دي هنا ونصغرها أكتر، ويمكن كده كويس. تمام. اللي أنا حابب أعمله إن أنا ممكن أحتاج إن أنا أعمل سيلكتد ده وأقول له روتيت شوية، ده روتيت في اتجاه زد أكتر، بحيث ال أجزاء الشجرة نفسها متبقاش كلها موازية لبعضها. دي ميبقاش موازي لده موازي لده بشكل حسابي بالشكل الطريقي ده. يبقى في نوع من العشوائية شوية. العشوائية ديت بتفيد في إن أنت تقدر فكرة تقنع بيها اللي قدامك، يبقى مقتنع بإن أنت شغال بطريقة رياليستيك شوية. تمام. لو خدت بالك هتلاقي عشوائية التوزيع ذات نفسه. هتلاقي مثلا إن ده كبير بزيادة، هتلاقي ده ممكن يكون صغير شوية، هتلاقي ساعات إن ده ممكن يكون في واحدة كمان صغيرة ومبططة. ده بيفيد الفكرة أكتر. تمام. بعد كده هنضيف الجزء الخاص بالعصب زي ما قلنا قبل كده. فاحنا هنجيب كيوب ونصغره ونجيبه في المنطقة دي كده. أنا جبت في المنطقة دي كده على طول أفقي إن أنا ضغطت موف وشيفت زد. تمام. هنكبره شوية، وبعد كده نعمل تاب، نعمل لوكات هنا ولوكات كمان هنا. بعدين نحتاج بس نطلعه لفوق شوية عشان نشوف. تعمل سيلكت أول وأن سيلكت للمنطقة دي الفيرتكس ده، ونفس الكلام أن سيلكت الفيرتكس ده. عن طريق إن أنا بضغط كليك، لا مش كليك، بضغط كنترول هولد وبعمل دراج حوالين الفيرتكس اللي أنا عايز أعمله أن سيلكت. وهاجي كليك يمين لوب تولز وأقول له سيركل. اللوب تولز دي غالبا مش هتلاقيها، فأنت هتيجي ريفرنسز على ادونز، هتعمل هنا سيرش تكتب لوب، هتلاقي مش لوب تولز،
تمام كده احنا عملنا العصب. هتيجي هنا وتحطه هو هنا على العالي، فانت هتيجي كده وتصغره شيفت زد في السكيل، وتاخده بقى ايه شيفت دي وتحطه في المكان بتاعه. جميل جميل. كده عملنا الشجر. تمام. عايزين نعمل الشجر اللي على اليمين. هنيجي على الشجر اللي على اليمين، هنجيب العصب اللي احنا لسه اوريدي سيلكتد ده، وهنجيبه هنا في المنطقة دي ونعمل شيفت وكليك يمين. الشجر ده هنا وضعه مختلف شوية. أولا العصب بتاعه كبير ومختلف، والراس بتاعت الشجر نفس الزرع اللي هو عبارة عن كرة. هنعمل ده إن أنا هاجي هنا أعمل موف كبر دي لفوق شوية وتاب، بعدين أجي هنا وأطلع لفوق شوية، مع اعتبار إن الشجر أصغر من الصخر أصغر من ده، فأنا مش عايز أعلى، يبقى أنا هنا كده كويس. طيب هعمل سكيل داون عشان يبقى العصب بيكبر من تحت وبيصغر من فوق. وبعد كده هاجي هنا أعمل إيه؟ أجي أهو أضغط كليك يمين فوق عشان لما أضيف الأيسفير تتضاف في المكان اللي أنا محتاجه. جميل. بس أنا هضيفها تاني، هعمل شيفت إيه وأضيف أيكوسفير وأخلي السبديفيجن ليفل 2 وأعمل له سكيل بالشكل اللي أنت شايفه. جميل. مفيش مشكلة. وقتها بقى هاجي أنا عندي كام شجرة، في 2 أو 3 أو 4 تقريبا، هنعمل واحد وهنعمل اتنين. تمام. طبعا ده مش صح. اللي أنا عايز أعمله إن أنا هعمل إيه؟ أول حاجة الارتفاع هيبقى متغير زائد الحجم نفسه هيبقى متغير. بس عشان أعمل القصة ديت هحتاج أعمل حاجة صغيرة، إن أنا هعمل ديفورم للشكل ده بشكل عشوائي شوية. أنا هعمل أد موديفاير وأقول له ديسبليس، وبعد كده أقول له نيو تكستشر، وهاجي على التكستشر ده اللي هو التكستشر، لو خليته تكستشر 0.01 وجيت هنا هلاقيه هو اللي سيلكتد، هقول له اعمل لي ده كلاودز. فالكلاودز هتخليني اقدر اعمل شكل ديسبليس عشوائي بشكل الكلاودز. لو جيت هنا وعملت نفس الديسبليس بنفس التكستشر هتلاقيه اتحول لنفس الشكل. اه جميل. نفس الكلام انا هعمله هنا، اقول له ديسبليس واقول له تكستشر واحد. مع تغيير التكستشر نفسه هتلاقي شكل الديسبليس بيختلف. جميل. طب هنا نيجي للنورمال كاستم نورمال ار جي بي، تقدر تغير في الأماكن دي بحيث تخلي التعديل نفسه مش واحد. فأنا بعملها جلوبال بحيث لو أنا حركت دي كده، واخد بالك، هتلاقي إن النويز بيتغير أو شكل الديسبليس بيتغير من ما هو هنا وهو هنا. ليه؟ ليه ديت قصة تانية. فاحنا هنعمل كل ده جلوبال عشان كل ما اخد حاجة من كوبي او اكبرها او اصغرها هتلاقي شكل الديسبليس بيتغير. وده المطلوب. طيب هنا اعملها ازاي؟ هو اعمل واحدة بعدها واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. فهنفترض ان هو عامل واحدة كبيرة وحواليها صغير اللي هو بيعتبر زي فروع الشجرة نفسها بالشكل ده. تمام بالشكل ده، بحيث يديلك احساس ان في كذا شجرة في المكان ومتداخلين مع بعض. فاللي احنا عملناه من شوية هنرجع نقرب بقى الأعصاب بتاعت أنا مش عارف كلمة عصب دي أصلا حقيقية ولا لأ، بس يعني ماشي، افترض إن هو ده جذع الشجرة ده. جميل بالشكل ده. هنيجي هنا تحت شوية نعمل كده، وهنا نعمل نصغر شوية، وهكذا. هيبقى حاجة بالشكل ده. تمام. محتاجين برضو نحقق النتيجة اللي هو عملها، فاحنا هنجيب الجذع ده ونصغره شوية، ونجيب واحدة من دول ونجيبها هنا ونحط واحدة جنبها صغيرة. بس فاحنا كده عملنا الشجر. لو خدت بالك هنا هتلاقي هو عامل شجرة تانية واخدها كوبي، فاحنا هنعمل كده. هناخد دي، وفين الجذع بتاعها؟ تعالى سيلكتد. طيب انا دلوقتي عامل سيلكشن ليهم وعامل سيلكشن دي، فانا اضغط شيفت واضغط كليك عليها
مرتين هتخرب. بعد كده أقوم أعمل شيفت دي باخدها أحطها في المكان اللي أنا عايزه. حتى أنت هتلاحظ هنا إن هي واخدة كيرف لبره لجوه شوية، فاحنا هنحاول نحقق القصة دي. هحققها ازاي؟ إن أنا هاجي هنا وأعمل ده روتيشن كده، وده روتيشن أكتر، بعدين أموفه، وده هيجي يقف هنا وبعدين أعمل له روتيشن أكتر شوية بالشكل ده. جميل. طيب نيجي للتنت أو الخيمة. الخيمة هتتعمل بنفس النظام، إن أنا هاجي أضيف كيوب على قد الخيمة، على قد حجم الخيمة. وهنعمل زي ما عملنا المرة اللي فاتت، إن أنا هاجي هنا وأقوم أعمل سيلكشن للنقط دي وموف سنتر أو ميرج، إن أنا أضغط في الإم وميرج أت سنتر وأنزل ده شوية. عايز بقى أعمل الجزء ده اللي هي الفتحة دي، نعملها إزاي؟ أول حاجة خلينا ناخد ده نطلعه فوق شوية. جميل. ونيجي ناخد الفيس ده، لو أنا ضغطت أي انزلت فيس هيبقى بالشكل ده، صح؟ بعد كده هاجي هنا وأقوم واخده دبل جي، هتلاقيه بينزل بالشكل ده، صح؟ أنا مش هعمله دبل جي، أو ممكن نعمله دبل جي لحد ما يجي هنا كده. بعدين آخد الاتنين فيرتكس دول وأعمل لهم سكيل اتجاه إكس، على حسب بقى أنا عايز فتحة كبيرة وهنا عايز صغيرة ولا كبيرة وهنا عايزها كبيرة. أنا أعمل سكيل في اتجاه إكس وتبقى بالشكل ده. وهاجي على ده وأعمل له موف بشكل بسيط كده، وهاجي هنا أعمل إكس فيس. أنا كده مسحت. هاجي هنا أعمل إكس فيس، تمام. هنا برضو إكس في الفيس، وهاجي آخد ده أنزلها تحت بالشكل اللي أنت شايفه، تمام. طيب هنا أنا شايف إن هي محتاجة إن أنا أعمل لها سكين. هي مش سكين، آسف، هي سوليديفاي. سوليديفاي بتدي سيكنس للبلين، يعني لو خدت بالك هو بقى ليه سيكنس، كل ما ألعب في القيمة دي كل ما السيكنس بتاعه هيزيد، لو خفيت التأثير هيبقى بلين، تمام. وأنا عايز أديله سيكنس خفيف يعني مش كبير، بالشكل اللي أنت شايفه ده، تمام. نفس الكلام هاجي هنا وأعمل روتيشن بالشكل ده. هي مكانها ورا شوية هنا كده، بس الفتحة بتاعتها أصغر. جماعة يعني تقريبا لسه سنين، فاحنا إيه مش مناسب مع الداك، صح؟ هنيجي هنا في اتجاه إكس. بص بقى، هي دي لفة، فأنا لو عملت اتجاه إكس اللي هو الاتجاه الأحمر ده اللي أنت شايفه الخط الأحمر ده، لو ضغطت إكس كمان مرة هيبقى في الاتجاه إكس اللوكال بتاع النقطتين. اضغط كده إكس كمان، بقى موازي لاتجاه النقطتين اللي أنا عامل لهم سيلكشن. فأنا لو ضغطت اتجاه إكس مرة وبعدين مرة التانية هيختار اللوكال، لو ضغطت مرة واحدة اختار الجلوبال بتاع السين نفسه. فأنا هنا أقدر أعمل سكيل داون وسكيل أب. جميل بالشكل ده. لو خدت بالك في نقطة هنا، لو أنا عملت لوب كات هنا وهنا أقدر إن أنا آخد دول وأعمل لهم سكيل في اتجاه إكس كمان مرة، بحيث يدي سلايد كيرف صغير كده، تمام. يبان يعني إن هي شوية تكون واخدة كيرف يعني. هو بيرسمبلز إن هي المفروض وهي بتتقفل تبقى واخدة كيرف. فأنا بعمل كنترول ار هنا وهاخد دول وسكيل في اتجاه إكس بالشكل ده، تمام. احنا عملنا دول، فاضل ان احنا نعمل شوية تفاصيل الصغيرة ديت، بس انا مش هعملها دلوقتي. احنا كده عملنا السين كله. جميل. خلينا نبص للبروبورشنز، هتلاقي الصخر تقريبا قد الشجر وده مش حقيقي، الصخر اكبر. فانا هعمل سيلكشن للاريا دي كلها وهعمل دي سيلكت للمنطقة دي والدي والاكسترا، وما اعمل دي سيلكت دي. طيب انا عايز اكبرهم بدل ما اعمل سكيل كده. اه ممكن اعمل كده، كنت عايز اعمل حاجة تانية بس خلاص طالما دي نافعة مفيش مشكلة. خلينا نقول اللي كنت عايز اعمل ايه. هاجي هنا اعمل كليك يمين مع شيفت عشان اغير مكان الكورسور، واخلي الجزء ده 3D كورسور، ولما اعمل سكيل هيعمل سكيل من الكورسور، واخد بالك.
ده كده يعني كويس بالنسبة لي. اللي كده مثلا. بس ماشي، نرجع ديت للباوندينج بوكس. تمام. كده احنا عملنا الماستر سين. تمام، تعالى نبدأ نبني التفاصيل الصغيرة. أول حاجة هبدأ بيها هي المية. خلينا نبدأ بالمية. إن أنا هاجي عايز أعمل المية، فأنا هاجي هنا هاخد دول وأعمل لهم شيفت دي. تمام. وهطلع فوق شوية، بعدين أعمل سيبريشن. إن أنا بضغط بي وسلكشن، فهيقوم واخد ده حطه في أوبجكت لوحده. طيب في اللحظة دي بقى لازم أقف شوية وأعمل شوية إعدادات كده. هاجي هنا أقول له ده الماستر سين. ده الماستر سين، وهعمل نيو كوليكشن تانية، وأقول ده الارتفاكتس اللي هي الحاجات الأصغر يعني. وهاخد المية وأعمل لها موف. إن أنا بضغط موف ام يعني، وأعمل لها ارتفاكتس ومعها في الارتفاكتس. وأسمي دي المية. مش محتاج إن أنا أعمل تسمية كل شوية، بس هسميها المية. المهم هتيجي هنا تاخد الإيدج دي تطلعها بره شوية في اتجاه إكس، بعدين تعمل إكسترود لتحت اتجاه زد. تمام. الجزء اللي ورا مش هنبقى شايفينه، فمش محتاجين نعمل. هنيجي هنا بقى نعمل كذا لوك كات في المنطقة ديت عشان نقدر ندي، يعني ندي معرفش بيسموها ايه، ندي يعني كثافة للبوليجونز في المنطقة ديت أكتر، عشان لما تقدر تعمل الأمواج بالشكل اللي هو عامله بالشكل ده تبان. تمام. طيب الوضع ده مش مناسب قوي، فأنا هحتاج أعمل له حاجة اسمها ترانجوليت فيسز، نخليها مثلثة. تمام. وبعد كده هقوم قايل له ديفاين موديفاير ديسبليس، واقول له اختار لي تكست واحد. هيبان بالشكل ده. فانا هاجي على السترينث اقللها عشان تبقى كده. جميل. طيب هنا كده المية ارتفاعها مناسب؟ لا، انا محتاج انزلها اكتر. طيب لما انا جيت انزلها اكتر لقيت المية دخلت، هبدأ اقلل دي اكتر شوية. انا يهمني ان انا ابقى شايف التعرضات دي، بس انا مش هكتفي بيها. انا هاجي بقى في المناطق اللي انا عايزها واشغل البورشن ايديتنج. ان انا بضغط واي وابدا اعلي في مناطق واغطس في مناطق، واشوف الكلام ده ماشي معايا ولا لا. تمام. بالشكل ده لما اجي اضغط هتلاقي المنطقة بالشكل اللي انت شايفه. هنا هتلاقيها واطية شوية، فنحتاج نعليها شوية بس. طيب بعد كده هضغط سكيل في اتجاه واي عشان اكبرها في الاتجاه واي، عشان يبقى الحواف داخلة هنا مش باينة ان في حواف داخلة. تمام. نيجي بعد كده عندك ايه تاني؟ عندك في صفرتين وفي عشب. فاحنا نعمل الصفرتين. هنيجي هنا شيفت وكليك يمين ونقاد تعليمتي. خلينا ناخد واحدة من دول اوريدي جاهزة. هناخد لها شيفت دي ونحطها في المنطقة دي بالشكل ده، ونطلعها فوق ونعمل لها روتيشن بالشكل ده. طبعا هي حجمها كبير فهنحتاج نصغرها شوية، ونعمل هنا كنترول بي وبي، ونعمل كمان هنا كنترول بي وبي، بحيث يدي شكل irregular غير منتظم يعني. وهدي كمان. تمام. هي كبيرة في الحجم فهنصغرها ونجيبها كده شوية. بعدين هياها هاتها تاني حطها هنا مثلا. وبعدين محتاجة تعلى شوية أظن. بعدين هتعمل ايه بقى؟ هتحرك بالبروبورشنال إيديتنج الأماكن ديت بطريقة مختلفة شوية، بحيث يبقى شكل الصخرة غير شكل الصخرة التانية. أنا كده عملت الصخرة دي والصخرة دي. تعالى نشوف اللي باقي. العزبة هنعمله دلوقتي. محتاجين نضيف كل منطقة على حدة. طيب أنا عملت المية، فاضل اللوج ده. تعالى نعمل اللوج. لو فاكر كان في ده، لو خدناه كوبي كده وطلعناه فوق شوية وجينا هنا
يعني لو عملنا سكيل اتجاه زد، سكيل في اتجاه زد، وسكيل في اتجاه شيفت زد بحيث يجوا، وقمنا عاملين ده سكيل برضه كده بقى عامل زي اللوج. تمام. بعدين اتجاه 90، روتيشن في اتجاه واي 90 برضه، ونجيبه هنا. طبعا هو بقى حجمه صغير بزيادة فاحنا هنكبره ونوديه على المية بالشكل ده. ممكن نديله سنة روتيشن كده عشان يبقى بالشكل ده، وممكن نيجي عليه ونعمل كذا لوك كات بالشكل ده، ونمسك اللوك كات ده مثلا ونعمل له موف بالشكل ده، ونيجي على ده مثلا ونعمل له سكيل داون حاجة بسيطة. يبقى أنا بقى عندي إيه؟ بقى عندي اللوج ده يعني بشكل مش منتظم. تمام كده عملنا الجزء ده. تعالى نيجي على الجزء اللي هنا. عندنا شوية ارتفاكتس صغيرة زي الخشب ده. ده ايه بقى؟ خشب لوج عادية خالص، وهنا كذا قطعة خشب، ودي مش عارف دي إيه. وفي هنا تقريبا وردة، وفي هنا زرع. خلينا نبدأ بالزرع الصغير ده عشان هو الواضح. هنيجي هنا ونضيف مش هايكوسفير، وهنصغر كده، وهنكرر العملية ديت شوية بالشكل ده، بالشكل ده خالص. طبعا هنصغر ونكبر ونصغر بالشكل اللي انت شايفه. وهنيجي على هنا الديسبليس ونديله التكستشر اللي احنا كنا عاملينه في الأول، ونخليه جلوبال. نفس الكلام هنا، لو أنا خدت دول كده وبعدين سيلكت الأخير وقلت له كنترول ال وقلت له لينك اوبجكت داتا تقريبا كوبي موديفاير، هيعمل كوبي الموديفايرز دي كلها على أساس جلوبال، فهيبقى الشكل غير منتظم شوية. فأنا ممكن لو جيت على الكيتشر ده عملت له دبليكيت من هنا، يبقى اسمه كيتشر 2. تمام. وجيت على كيتشر 2 قللت السايز شوية. تمام. وقمت برضه سيلكت دول، بعدين سيلكت آخر واحد وقمت قايل كنترول ال كوبي موديفاير، هياخده كوبي من الموديفاير دي. تمام. طيب نعمل ايه تاني؟ عايزين اللوجز ده. أول حاجة هنعمل الخشب ده. طيب الخشب ده معمول ازاي؟ فاكر اللوجز دي؟ تعالى شيفت دي، هات هنا واعمل ديت باتجاه اتجاه ايه؟ اتجاه واي 90 درجة، أو في اتجاه واي 180 درجة كمان، وننزله تحت. في الأول وفي الآخر مطلعش برضه رأسي فمش مشكلة. نيجي هنا كده ونيجي هنا كده ويبقى كده رأسي. طيب نعمل ايه بقى؟ هناخد الجزء ده وننزله تحت شوية. الجزء ده احنا كده هنا خلاص خلينا كنترول بلس ونعمل فيسز. هات ده ديليت فيسز، وهات ده كده اللوب كات تعالى كده، أو آسف اللوب سيلكشن. كليك يمين تلاقي حاجة اسمها هنا بريدج ايدج لوب، مفيش نيو فيس فروم ايدجز. طيب تمام. وهاجي بقى بالنايف تول حرف الكي، هاجي هنا بالشكل ده، وهنا كده. يبقى أنا عملت ده زي ما كان. هو كده يعني يعتبر زي اللوج، بس هو مش زي ما هو معمول هناك. لو خدت بالك هتلاقي في هنا شوية تفاصيل بتمثل الجذوع بتاعت الشكل. تمام. هنعمل هنا لوب كات ونبدأ ناخد ديت كده وناخد دي كده وناخد دي كده، ونبدأ نشتغل على إن احنا نعمل سكيل داون وننزلها كده، ودي كمان سكيل في اتجاه كده، سكيل في اتجاه واي كمان وننزلها تحت، بحيث تديك يعني انطباع. نيجي هنا كده شكل. تمام. ممكن بقى ناخد ده كده ونطلعه بره شوية عشان ما يبقاش الشكل منتظم 100%. تمام. هناخد ده
ونجيب واحدة هنا ونجيب واحدة هنا كده ونعمل دي روتيشن ودي روتيشن. جميل. محتاج بقى أجي هنا أعمل سكيل شوية وأجي هنا وأعمل سكيل تاني بحيث أخلي الشكل ده مختلف شوية عن الشكل التاني، مختلف عن الشكل التالت. ممكن أعلي ده شوية كده بحيث يبقى فيه اختلاف. طيب جميل. هنا في صخرة كبيرة، تعالى نضيف الصخرة. تعالى نضيف الصخرة. نضيف الأول ممكن نضيف كيوب. جميل. ونسكله ونبدأ نشكله شوية. هو محتاج يبقى هنا كده ودي كده. جميل. جميل. تعالى ده نرفعه لفوق شوية وهنعمل نفس الإفكت اللي احنا عملناه، إن احنا نيجي على الفيرتكس ونقول له كوبي كنترول بي وبعدين في بالشكل ده. أهي. جميل. محتاجين إن احنا نعمل سلاش عشان نخفي كله ونعمل ايزوليت. ونيجي هنا ده كده ونعمل كنترول بي وبي. ممكن ناخد ده كده كنترول بي وبي وده كنترول بي وبي برضه. ونيجي هنا برضه كنترول بي وبي. الفكرة إن إحنا عايزين نعمل شكل غير منتظم. كنترول بي وبي قدر الإمكان طبعا. كنترول بي وبي وهالتالي من كنترول. تمام. لو أنا جيت عملت سلاش تاني هتلاقي ظاهرة بالشكل ده. طبعا ده مش أحسن حاجة أنا عايزها. تعالى نعمل ده كنترول بي. نو، ده مش نافع. جميل. ممكن نضغط 3 بعدين نمسك الفيس ده نعمل له انر اوكي كده. يعني أصبح أشبه ما يكون من دي. طبعا مش أشبه أوي. تمام. خلينا كان المفروض أعمل كذا فيس تانيين بس مش مشكلة. خلينا نيجي هنا ممكن نعمل بالشكل ده. ماشي. تمام. نجيب اللوجز. فين؟ تعال عشان نسيبها. شيفت دي هات هنا بتبقى بالشكل ده. عايز ست ريجنت جيومتري ونطلعه بالشكل اللي انت شفته في في الصورة يعني بالشكل ده. يعني ماشي احنا ممكن نصغره أكتر. شيفت واي ونعمل دبليكيت ليه كده. هو هنا طبعا على عالي فهنحتاج ننزله شوية. جميل. أنا واخد بالي طبعا إن في امتصاص في قطعة غير منتظمة بس مش هعملها عشان مش هحتاج أضيع وقت فيها. عملت أنا الجزء ده. محتاج إن أنا أعمل الأكس أو الفاس يعني. الفاس ده هنيجي هنا شيفت كليك يمين عشان نموضع المكان. طبعا لو جيت بقى تشتغل في المنطقة دي هتلاقي الروتيشن مش ظابط فأنت عشان تظبطه أكتر وأنت حاطط الكورسور في المكان اللي أنت عايزه فيو ألاين فيو سيرفيت كورسور هتيجي هنا تعمل روتيشن هتلاقيه مظبوط 100%. تمام. عايزين نعمل الأكس بقى عبارة عن إيه؟ الأكس لو خدت بالك عبارة عن قطعة كده. طبعا مش عارف اسمها إيه. هنضيف الأول كيوب ونسكيل سكيل
وهنلفه كده نطلعه لفوق شوية، بعدين سكيل في اتجاه اكس مرتين، متنساش. وهاجي هنا كده واعمل 2 لوب كات واعمل سكيل في اتجاه اكس، تمام. اللي هنعمله البروبوشنال سكيل في اتجاه واي مرتين، جميل. وهاجي على الجزء ده واقول له سكيل في اتجاه اكس مرتين، ادي الاكس يعني. تعال نشوف ايه تاني. وطبعا عامل جزء هنا كده كبير بالشكل ده، Alt و E عشان أعمل كده. يبقى ليه anyway. ماشي، هنعتبر إن ده الأكس، وهناخد الفيس ده عايزين نكبره الأول في اتجاه واي مرتين، ننزله تحت شوية، جميل. بعدين هنيجي هنا نعمل insert face بالشكل ده، وعايزين نعمل الإيد بتاعته. طب الانزرت فيس هنا عبارة عن إيه؟ عن 4 اتجاهات، فأنا هعمل 5. هعمل يعني أنت شايف هنا كان في إيدج واحد، فأنا يعني ده كان إيدج واحد، أنا قسمته نصين بحيث أعمل 8 إيدجات، عشان لما أختار الفيرتكس دي وأعمل كليك يمين لوب تولز وأقول له سيركل يعملها لي سيركل. خدت بالك من حاجة؟ تعالى بص كده عملها إزاي؟ ليه بقى؟ عشان لو أنا بعمل سكيل للبتاع ده، للأوبجكت ده، ما عملتش كنترول ايه وابلاي ترانسفورميشن. واخد بالك؟ تعالى بقى نعدلها تاني. انا بقى عملت الابلاي ترانسفورميشن، تعالى نعمل لوب كوز تاني سيركل، هتلاقي بقت سيركل، جميل. هناخد دي كده ونعمل اكسترود بالشكل ده وبس. انا محتاج كذا لوب تول كتير بس يعني عادي. هنيجي كده ونعمل سكيل اب، ونيجي هنا سكيل سكيل اب بالشكل ده. anyway المهم ده الاكس خلاص، احنا الروتيشن بتاعه، فانا هاجي انزله تحت كده واخليه يبقى ايه، واخدها بزاوية. خلاص تمام، ده كده الاكس. فانا كده في المنطقة ديت تقريبا عملت كل حاجة باستثناء الاخ اللي قاعد فوق. انا المحاضرة دي خدت ساعة، ومش حابب ان انا اطول اكتر من كده، مع اني ما بحبش المحاضرات اللي بتطول عن كده. فانا هقف دلوقتي وهدخل في المحاضرة اللي بعدها، رغم ان يعني انا مش هقف في التسجيل، بس مش حابب ان انا اخلي المحاضرة مدتها اكتر من ساعة. المحاضرة الجاية هنكمل. أشوفك على خير، شكرا.